في الشأن السوري أيضا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن والجيش النظامي. وأشارت مصادر من المعارضة إلى أن معارضين مسلحين قتلوا 20 جنديا في قتال عنيف شهدته بلدة الأتارب في محافظة حلب، فيما شهدت معرة النعمان في إدلب قصفا من قبل الجيش النظامي صباح اليوم وسقط فيه قتيل وعدة جرحى. وخرجت مظاهرات في أنحاء المحافظة لمؤازرة المدن والبلدات التي تتعرض للقصف. ومعنا من معرة النعمان بإدلب الناشط الإعلامي زكوان حداد. مرحبا بك معنا، كيف هي الأوضاع الميدانية في معرة النعمان؟ أهلا بك أستاذي. بداية نترحم على شهداء ثورتنا المجيدة ثورة الحرية والكرامة. أما أخي الكريم، بالنسبة لمدينة معرة النعمان فقد تعرضت صباح هذا اليوم لقصف عنيف في الساعات الأولى لم يعرف سببه، ولاحقا كان نتيجة عملية انشقاق حدثت في حاجز الحبوب شمالي المدينة. هذه العملية استدعت قوات الجيش إلى إطلاق العديد من القذائف واستخدام الطيران لملاحقة هؤلاء المنشقين عنه في سعي النظام لتدمير وإيقاف هذه الثورة الكريمة. ولكن والحمد لله قامت عناصر كتيبة شهداء معرة النعمان من الجيش الحر بتأمين المهرب الآمن لهؤلاء الجنود وهم الآن بسلامة. والحمد لله لم يحدث سوى 6 إصابات فقط حتى الآن، حالة 2 منهم خطرة ونقوم الآن بمعالجتهم. أما بالنسبة للجنود المنشقين فقد تحدثت إلى أحدهم وأخبرنا بأن النظام يقوم بمحاصرتهم، والجنود الموجودون في الحاجز أغلبهم مصابون بأمراض نتيجة عدم استخدام الحمامات، عدم الإجازات، مصابون بحالة نفسية شديدة، نصفهم مصابون بمرض الجرب وهم على استعداد على الانشقاق. ولكن تقوم عناصر الجيش الآن بمحاصرة حتى حواجز الجيش المتواجدة خوفا من عمليات الانشقاق التي بات من شأنها تدمير وتقويض بنى هذا النظام. أما معرة النعمان وريفها فرومة وحاس وكفرنبل فهي تتعرض منذ حوالي الأسبوع حتى الآن إلى القصف بالطيران والرشاشات الثقيلة، ولم يكف الطيران عن التجوال في سماء هذه المدن، وبما فيها أيضا اليوم مدينة الأتارب التي استشهد فيها حوالي 4 أشخاص نتيجة القصف الطيران الذي خرج من مطار بلدة تفتناز. والأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة في منطقة معرة النعمان وريفها فهي سيئة جدا بسبب الحصار ووجود الآليات على مداخل ومخارج المدن. شكرا. والوضع الطبي هنا أستاذ الكريم، الوضع الطبي في محافظة إدلب ككل هو وضع متردي بسبب ملاحقة النظام للمستشفيات الميدانية وملاحقة الأطباء. شكرا جزيلا لك زكوان حداد الناشط الإعلامي، كنت معنا من معرة النعمان بإدلب. إلى موضوع آخر تستضيف